أهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا برام وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. لأي حد بيتفرج على الفيديو ده يا شباب فيديو مهم جدا لأي حد بيتعلم اللغة الإيطالية جديد. النهاردة هنتعرف مع بعض على الفيربو افيري، هو فعل الملكية واستخداماته المختلفة، بنستخدمه في إيه في اللغة الإيطالية، وهنتعلم تصريفه في المضارع، وكمان هناخد أمثلة. وده الجزء الأول من الفيديو. يلا بينا نبدأ على طول. إيه هو الفعل افيري؟ الفعل افيري يا شباب هو فعل الملكية. هو فعل شاذ لكنه فعل مهم جدا في اللغة الإيطالية. بنستخدمه في 3 حاجات. أول حاجة التعبير عن الملكية للأشياء. التاني حاجة للتعبير عن الحالة الجسدية أو الشعور زي التعب أو الجوع أو العطش. تالت حاجة بنستخدمه كمساعد في الأزمنة المركبة زي مثلا الباساتو بروسيمو أو الماضي القريب. بس الاستخدام التالت ده مش هناخده في حلقة النهاردة، هناخده في حلقة تاني لوحده لما نشرح الباساتو بروسيمو. يلا بينا نبدأ مع بعض في تصريف الفعل افيري. ازاي تقول أنا عندي وأنت عندك وهكذا؟ هتقول io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. نعيد تاني. io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. حرف الأك يا شباب اللي مكتوب فيه او واي وهكذا مش بينطق لكن يكتب. هنا حرف الاتش او حرف الاك يكتب ولا ينطق. io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. لازم تحفظهم زي ما هم كده. يلا بينا ناخد أول استخدام للفعل افيري. الاستخدام الأول للفعل افيري هو للتعبير عن الملكية. القاعدة بنحط تصريف الفعل والشيء المملوك زي مثلا ho una macchina، ho una macchina، أنا عندي عربية. ho عندي una macchina يعني عربية أو سيارة. تاني حاجة loro hanno una casa grande، loro هم hanno عندهم una casa بيت grande كبير. loro hanno una casa grande. hai un gatto، hai un gatto. دلوقتي انا بسألك انت، بقولك عندك قطة. hai un gatto، gatto يعني قطة باللغة الإيطالية. abbiamo due fratelli، abbiamo due fratelli. noi احنا abbiamo عندنا due fratelli، عندنا 2 اخوات. abbiamo due fratelli. وده الاستخدام الأول للفعل افيري، الاستخدام للتعبير عن الملكية. ho una macchina، loro hanno una casa grande، hai un gatto، abbiamo due fratelli. يلا ندخل على الاستخدام الثاني، هو الاستخدام للتعبير عن الحالة الجسدية أو الشعور. في اللغة الإيطالية يا شباب عكس اللغة العربية وعكس اللغة الإنجليزية. في الإيطالي لما بتيجي تقول أنا تعبان، أنت في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية بتقول أنا أكون تعبان، لكن في اللغة الإيطالية بتقول أنا عندي تعب. بنستخدم الفيربو افيري بدل الفيربو essere. يعني مثلا عايز تقول أنا جعان هتقول ho fame، ho fame. عايز تقول أنت نعسان هتقول hai sonno، hai sonno. أنت نعسان. abbiamo freddo، abbiamo freddo يعني احنا عندنا برد. lui ha mal di testa، lui ha mal di testa هو عنده ألم في راسه. ha mal di testa، mal di testa يعني عنده صداع في راسه. يلا بينا ناخد 3 أمثلة لاستخدام الفيربو avere. non ho tempo، non ho tempo أنا ما عنديش وقت. avete una penna، avete una penna معاكم قلم. ha bisogno di aiuto، ha bisogno di aiuto محتاج مساعدة. abbiamo voglia،
di uscire abbiamo voglia di uscire عندنا رغبة ان احنا نخرج او نطلع يعني مع بعض النهاردة. وبكده يا شباب نكون شرحنا ببساطة الفيربو avere. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو بتاع النهاردة. في الجزء الثاني يا شباب من حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على c'è و ci sono. c'è و ci sono يا شباب هما الاتنين نفس المعنى، يعني يوجد او في. طب ايه الفرق ما بينهم يا عم بروم؟ الفرق ما بينهم ان c'è بتستخدم للمفرد او بنستخدمها مع الحاجات المفردة، و ci sono بتستخدم للجمع. ولما بنحب ننفي بنحط non، يعني non c'è او non ci sono. يلا بينا ناخد امثلة عشان تفهمني. اول ما بتصحى من النوم الصبح بتدور على حاجة مهمة هي القهوة، بتقول c'è il caffè، c'è il caffè، في قهوة. هيكون الرد عليك non c'è، non c'è. او تليفونك دايما ضايع منك فهتسأل وتقول c'è il mio telefono، c'è il mio telefono، تليفوني موجود. لا يا صاحبي، لا، هيقول لك non c'è. لو مراتك مش عايزة تديك التليفون وتخبيه منك يعني. تالت حاجة c'è una penna، c'è una penna، في قلم non c'è. كده يا شباب نكون اتعرفنا على ازاي تقول c'è او non c'è. يعني c'è una penna، c'è una penna. او مثلا انا عايز اقول معايا هنا حاجة على الترابيزة، اقول c'è una penna sul tavolo، c'è una penna sul tavolo، في قلم على الترابيزة. او c'è una bottiglia sul tavolo، c'è una bottiglia sul tavolo، في قلم على الترابيزة، في إزازة على الترابيزة، وهكذا. أو للسؤال عن حاجة زي مثلا c'è una penna، كأنك بتسأل في صيغة سؤال، أو c'è il caffè، في قهوة. وبكده نكون اتعرفنا مع بعض على c'è. ci sono بنستخدمها للجمع. انت صحيت من النوم برضو فتحت التلاجة بتدور على حاجة تفطر بيها، فهتسأل المدام وتقول لها ci sono i cornetti، ci sono i cornetti. cornetti يعني كرواسون أو باتيه في اللغة الإيطالية. ci sono i cornetti. هترد عليك وتقول لك للأسف non ci sono، sono finiti. non ci sono، sono finiti، مفيش، خلص. أو مثلا هتسأل على الجزم بتاعتك، هتقول ci sono la mie scarpe، ci sono la mie scarpe، الجزم بتاعتي فين او الجزم بتاعتي موجودة. لو هي متضايقة منك هتقول لك non ci sono. او هتسأل على حاجة وتقول c'è sono persone، ci sono persone، في ناس. لو انت مثلا رايح مطعم او عايز تسأل في حد او مفيش حد هيكون رد عليك non ci sono i voto، non ci sono i voto، مفيش حد، المكان فاضي. voto يعني فاضي. وبكده يا شباب نكون اتعرفنا مع بعض على c'è وتشي سونو وازاي تنفيهم. وبس كده، يلا بينا ندخل على اخر جزء من الفيديو بتاع النهارده. الجزء الاخير يا شباب هنتعلم مع بعض البروفيربي. بروفيربي يعني الامثال في اللغه الايطاليه. هناخد مع بعض دلوقتي 3 امثال هتسمعهم كتير جدا في ايطاليا. يلا بينا نبدا باول واحد. احنا في المصري بنقول ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. هم هنا في ايطاليا بيقولوا meglio tardi che mai، meglio tardi che mai، يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. تاني مثل معانا هو chi cerca trova، chi cerca trova يعني اللي بيدور بيلاقي. تالت مثل معانا هو in bocca al lupo، in bocca al lupo يعني في فم الذئب، وده تعبير معناه حظ سعيد، بيستخدم لما بتكون حد داخل على امتحان او على حاجة صعبة وانت عايز تشجعه هتقول له in bocca al lupo. وده بيستخدموه الطلاينة عشان يشجعوا بعض لو هما داخلين على حاجة صعبة. والرد بيكون كريبي اللوبو، كريبي اللوبو يعني يموت الذئب. وبس كده. وبكده يا شباب تكون حلقة النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.